السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي نتمناه يلقاكم كامل بخير وعلى خير. أنني عارفة طولت عليكم بزاف، عندي مدة ما حطيت فيديوهات. أكيد هذايا غير ظروف برك اللي شدتني عليكم، وأنتم كما راكم عارفين وكما تعودتوا عليا أنا نحب نشارك معكم الفيديوهات ونحب نتقاسم معكم الحاجات هكايا اللي تصرالنا في الحياة اليومية، وخاصة الحاجات اللي تهم الناس اللي مغتربين واللي عايشين لهنا في الغربة. نهار تاع اليوم رانا على باب العيد الأضحى، حبيت نلفت الانتباه لهذه الفيشتا دي تورو اللي راهي كاينه في اسبانيا ومعروفه بها، ويفتخروا بها اسبانيول وكامل. شوفوا كيفاش يديروا الفيشتا تاعهم. انا هذا الفيديو هدايا راني صورت لكم غير في الحومه ديالي، عندهم بلاصه صغيره برك وين يتلقوا هذاك الطورو ويجوا هكايا الدراري يهبلوه ويلعبوا به. كاين في بلايص واحد اخرين يديروا فيشتا كبيره اكثر من هكذا ويتلقوا شحال من طورو ويكون الغاشي اكثر من هكذا. هذه حاجه صغيره برك، عينه بسيطه على هذا الفيشتا في اسبانيا. كما اغلب الناس المغتربين في اسبانيا خاصه عارفين باللي حنايا ممنوع علينا نذبحوا الكبش وممنوع علينا نحتفلوا بالعيد الاضحى ديالنا كما يلزم الحال. يقول لك حقوق الحيوان ويقول لك بلي لازم له البيطري ولازم كذا ولازم يتبعوا شروط يديروهم لنا على الاضحيه، وكانما ما نعرفوش حنديروا زعما ديك حنا ما نعرفوش نضحوا، ما نعرفوش نذبحوا، ما نعرفوش نديروا الاجيال ديالنا يجوا هما يورونا هذا الشيء. بصح القوانين ديالهم كامل ما تمشيش مع الفيشطات ديالهم. التعذيب اللي يديروه للطورو يتلقوه هكذايا بالنار في القرون ديالو، ويخلوا الدراري يهبلوا فيه ويحوسوا يلعبوا به، يعني ويعذبوه هذاك الحيوان. هما يضحكوا ويقصروا فرحانين. يعني سبحان الله، الواحد واش يقول كي يكون الجهل واحد ما عنده ما يهدر. حبيت برك نهضر على هذا النقطة هذه. احنا مهما كان رانا عايشين في بلادهم هما يحكموا فينا والقوانين تاعهم هي اللي تحكم فينا. بصح الحمد لله دائما احنا نحاولوا نحتفلوا بالأعياد ديالنا ونحاولوا نديروا الحاجات اللي نقدروا عليهم اللي تربينا عليهم، نحاولوا نديروا السنة تاعنا وثاني نديروا العوايد ديالنا. الحمد لله يعني مازلنا نقدروا نروحوا عند الجزار، هو اللي يذبح لنا، يعني واحد يكوموندي عليه الأضحية بالاسم ديالو كامل، وكيصلوا صلاة العيد هذاك الجزار هو يبدا بحال حسب لا ليست، يبدا يسمي بالاسامي تاع الناس ويبدا يضحي بالاضاحي هذوك. بصح للاسف حنايا الاضحيه ما نشوفوهاش كامل كي تندبح، ما نشوفوهاش اصلا. الكبش ما نشوفوه اللي يكون حي كي تذبح ني والو، حتى كي يجيبوه لنا واجد مقطع وكامل للدار. كيما هذا العام الا كتب ربي ان شاء الله الجزار قال لنا باللي ماش رايح يجيبكم الاضحيه اول ايام العيد حتى ثاني ايام العيد. للأسف هذه هي الفيشتا دي تورو اللي كاينة في إسبانيا. يتلقوا هذاك الطورو يعذبوه شوية، ومن بعد تيك باش يذبحوه وياكلوه. الحمد لله احنا المسلمين عندنا الرحمة في قلوبنا، وحتى الأضحية موصي علينا الرسول صلى الله عليه وسلم ما نعذبوهاش ونريح الأضحية أثناء الذبح ديالها. هذا كامل من الرحمة تاعنا والحمد لله. الكل واحد راهو مغترب وما يقدرش يشوف الكباش، انا جبت لكم هذا الفيديو نخليكم تتمتعوا بالمنظر تاع الكباش ما شاء الله. قولوا لي واش من الخرجه هذه اللي خرجتي لنا بها؟ هاد اللقطات هادو ما كانوا من العطله ديالي تاع الصيف في العام اللي فات مع الاهل ديالي، وكانت ماما تخدم لنا في هذا الخبز هدايا تاع الشخشوخه. حبيت نفكركم به، راهو فكره هايله للعيد. يحكموا الشوايه ويقصوها يديروها في وسط الكسره، ومن بعد نشوفوا التطبيق ان شاء الله. شوفي لا لا شوف كان ما
تعلم جهات دير كاين سيليكتو، كاين سليم فاطمه حمود بيضات كل واحد كيفاش راهو يلوي فيها، كل واحد كيفاش دار له قصه كيدير بوراكا ان شاء الله. صحتك. حكمي هكذا. قازوز بيضه وخدايا حكمي بعدها بطاطا، بعدها تحكم وحده هكذا، تحكم زيتون هكذا، ايه هذا دار لها الزيتون. بعدها يوسف لو بياكل صحتك. هذه طويه واحده اخرى، بوراكه واحده اخرى. هذه ما شاء الله تبارك الله، اجواء كانت بزاف هايله. حبيت نعاود نفكركم بهم، على بالي كاين بزاف ناس اللي يحبوا يشوفوا هذا النوع من الفيديوهات ويتونسوا بهم. وقولوا لي انت يا الشاطره واش درتي. انا حبيت نجيب لكم الوصفه تاع الخبز، تكون سهله بالبزاف. الناس اللي خدامات، الناس اللي متعوبات واللي عندهمش الوقت، اللي ما عندهاش البيتخان تانيت. هذه الفكره تاع الخبز تاع نهار اليوم. هذا الخبز تقدروا طيبوه في الكوشه، كيما تقدروا ديروه خبز مطلوع فوق الطاجين. المهم الوصفه تاع الخبز راكو شفتوا درت هنايا كيله معمره تاع سميد رطب. درت له 2 كيسان تاع ماء وخميره تاع الخبز وشويه سكر، وخبطتهم بالبغا ميكسر وخليتهم يخمروا. لهنا تخلوهم يخمروا 10 دقائق في هذه السخانه، رايحين يكونوا واجدين معاكم. ومن بعد غير تشوفوها خمرت هذاك الخليط خمر، نجو لهنايا نزيدوا الفارينه كنت تشوفوني درت لهنا 2 كيلات. ندير الملح ديالي ونبدا نخلط. شوفوا في الاول نبدا نخلط غير بالمغرفه على خاطر الخليط راهو جاري. ومن بعد نزيد نحط لهنا الفارينه دابا الكاس الثالث، نبدا نزيد غير بالشويه. لازم لهنا العجينه تكون معكم تخلوها خفيفه، ما تيبسوش هاد العجينه باش تجي معكم ناجحه. المهم انا هاد الكيله الثالثه راني بديت لهنا هكايا ندير غير بشويه ونسي ندخل غير ندخلوا برك هذيك الفارينه في العجين، ما تسحقش تدلكوها على خاطرش المرحله الاولى كيما خلطنا بلو بغا ميكسور. هذاك هو الدلك ديالو، هذاك هو الحبات تاع سميد يكونوا تفتحوا. المهم شوفوا لهنا العجينه كيفاش خليتها جاريه. يعني هذا الكاس الثالث هذايا راهو داه معايا نص الكيلة. دروك انا كيما راهي هكا غير برك نسوي لها الوجه ديالها هكايا، نخليها هكايا بجيه تخمر. وفي هاد السخانه تم تطلع معاكم. شوفوا عاود وليت ليها الله يبارك، ما شاء الله العجينه خمرت الله يبارك. كيما اصحاب الاخر الفيسبوك وكاع يقول لك العجينه العنكبوتيه. يا اخي كي تجيك شغل كل الخيوط تاع العنكبوت. انا هذا الاسم ما عجبنيش، يعني سبحان الله علاش تشبه العنكبوت؟ هذا خبز نشبهونه بالعنكبوت. ما شاء الله يعني العجينه شابه ما شاء الله خفيفه. نعاودوا قلت لكم غير نهبطوا لها هكايا الخميره ديالها. هاد شويه فارينه درتها غير باش ما تلصقش العجينه في يدي. وخلاص لهنا العجينه راهي واجده معايا. ونروحوا نقرصوها. الا حبيتوا ديروها في الكوشه ديروها ديريكت في السنيوه اللي تدخل في الفوغ، والا حبيتوا ديروها خبز مطلوع قرصوها وحطوها بجيه ومن بعد طيبوها. انت حسبي يا الله يا الله يا الله. معكم لهنا وصلت لنهاية الفيديو تاع نهار اليوم. شاركت معكم فيه الأجواء تاع فيشتا دي تورو، وكملتها معكم بخبز الدار. وصفة سهلة وخفيفة وأي واحد يقدر يديرها. نتمنى من كل قلبي إن شاء الله يدخل عليكم العيد بالصحة والهنا وتجوزوه بخير انتم وحبابكم والناس كامل اللي عزاز عليكم. وإن شاء الله نزيدو نتلاقاو في الفيديوهات الجايين. السلام عليكم.